انا تعبت في البلد دي، مفيش شغل، كل ما اروح حته يقول لي مفيش وفين اكسبيرينس وحاجه. منتصر الضرايب ضرايب ليه كل ده؟ ايه يا ابني مش سامعني يا منتصر؟ دكتور هاني ازيك؟ مالك شايل طاجن ستك ليه كده؟ والله انا فعلا مكفيني والله يا دكتور. ازيك اخبارك؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ عاش من شافك. تعالى اقعد ريح شويه. انت قاعد انا شويه؟ قاعد اشكي همي لربنا. اتفضل اقعد اتفضل اقعد. ماشي يا منتصر ماشي. ايه والله يا دكتور طالع عيني، يعني انا من ساعه ما جيت هنا البلد دي وما فيش شغل، كل شويه بارت تايم وليه اوف وحاجه، يعني ما فيش استقرار خالص. منتصر المرحله اللي جايه دي في انتخابات كتيره قوي، لازم تروح تنتخب. شوف انا بقول ايه وهو بيقول ايه. انتخابات ايه بس؟ انتخابات ايه يا دكتور؟ دي رفاهيات. لا يا منتصر دي مش رفاهيات، كل المشاكل اللي انت قلتها دي ممكن تتحل لو شاركت مشاركه ايجابيه في الانتخابات. ازاي يعني؟ لا تعالى وانا اقول لك. دكتور هاني، انا في حاجه محيراني مش قادر افهمها. ازاي كل حزب منزل اكتر من مرشح؟ في احزاب منزله 11 مرشح ليها، ومفروض كل منطقه يبقى ليها مرشح واحد بس. ما دي بنسميها النومينيشن يا منتصر. اوكي. النومينيشن دي غير الانتخابات العامه. اولا عشان تعرف ان الانتخابات العامه دي، الانتخابات العامه بتتعمل لثلاثه ليفلز من الجفرمنت. الثلاثه ليفلز دي اما فيدرال يا بروفنشال يا ميونيسبال. زي امبارح مثلا كان في البروفنشال الكشنز في بريتش كولومبيا، تمام، مش هنتكلم عليه. تمام. انما هنا مثلا دلوقتي في اونتاريو اللي شغال دلوقتي النومينيشن للاحزاب علشان تختار الكانديديتس بتوعها اللي هينزلوا الانتخابات الفيدرال في اكتوبر 2025. فكل حزب بيشجع الناس اللي عايزه تنزل ان هي تقدم الابلكيشن بتاعها ان هي تبقى نومينيه في الدايره المعينه اللي هي متحدد فيها البوردرز بتاعتها، علشان يتعمل بينهم انتخابات تانية داخليه في الحزب عشان يختاروا واحد بس هو اللي ينزل الانتخابات. تمام كده، كويس كده مضحك. فالانتخابات اللي جايه في 25 في اكتوبر 25 اللي هي الفيدرال، احنا عندنا 3 أو 4 ميجور احزاب. في الليبرال اللي هم حاكمين دلوقتي، في الكونسرفاتيف اللي هم دلوقتي شادين حيلهم، وفي الان دي بي اللي هو الديمقراطيك بارتي، النيو ديمقراطيك بارتي، وفي الجرين. كل حزب من دول بيحاول يبقى عنده كانديديت واحد في كل دايره عشان دول اللي هينزلوا قدام بعض في الانتخابات. طب نيجي للنومينيشن. اولا الانتخابات العامه دي لازم تكون انت سيتيزن علشان تدلي بصوتك في الانتخابات دي. جميل. هل النومينيشن ده سيم؟ النومينيشن مش لازم تكون سيتيزن. ممكن واحد معاه بي ار، ممكن واحد جاي بستودنت فيزا، ممكن واحد يكون جاي بورك بيرميت، مادام ساكن في الدايره دي ممكن يبقى عضو في الحزب ويدلي بصوته في النومينيشن. فايه اللي بيعملوه النومينيز؟ كل واحد بيدور مين الناس اللي يعرفهم في الدايره دي علشان يخليهم يعملوا ممبرشيب في الحزب ده اللي هو عايز ينزل معاه، علشان كل ما معاه عدد كبير من الاصوات كل ما فرصه نجاحه كانت اكبر. ودي هي الطريقه الوحيده اللي ممكن واحد فيها يبقى النوميني بتاع الحزب ده في الدايره دي. تمام. البروسيس دي بتاخد وقت. الحزب بيحدد لكل دايره ميعاد معين لانتهاء الممبرشيب فيه. دايما الحزب زي كونسرفاتيفز مثلا اليومين دول شادين حيلهم في النومينيشن، الحزب بيحدد ان دايما يوم 4 بيقول للكانديديتس، النومينيشن كانديديتس اللي نازلين في دايره زي مثلا ميسيساجا سنتر، زي ميسيساجا ايرين ميلز، زي ميسيساجا ستريتسفيل، بيختار واحده دايره من الدوائر دي ويقول لهم يوم 4 على الساعه 5 ان الدايره دي هتقفل يوم الجمعه. يوم الجمعه ده بيبقى اخر ميعاد للممبرشيب للناس في الحزب ده في الدايره دي. 11:59 بالليل الكترونيكالي، 5 بعد الظهر يوم الجمعه اون بيبر. فالنوميني بيلف على الناس بتوعه بسرعه، يبقى عنده بس بقيه الاربع
والخميس والجمعة يشجع أكبر عدد إنه يعمل الممبرشيب في دي. ودايما البيت لما بيبقى فيه شباب سن 14 أب ممكن من حقهم يبقوا أعضاء في الحزب، وهم دول اللي ممكن يروح ينتخبوا بعد كده. ده بالنسبة للنومينيشن. ياه، ده انا ما كنتش فاهم حاجه خالص. طب توعدني بقى نقعد قعده تانية ونفهم فيها نظام الحكم وايه الثلاثه لايرز وازاي في حكومه. دي حدوته تانية بقى نتكلم فيها خلاص في وقت اكيد تاني بعد كده. شكرا يا دكتور لحضرتك. تحت أمرك.